تنظيم وقت الطفل اكتر حاجة هتخلي الطفل يومه منظم، ومفيش وقت ان هو يبتدع افكار جديدة تكون سيئة او افكار فيها يعني مشاكل يعملها او عدوانية او عنف، انك ما تسيبش حاجة في يومه فاضية. ممكن نعمل جدول او لوحة كده وتبتدي فيها من 8 صباحا حتى وقت النوم وليكن 9 مساء، ان اليوم ده كله بتاع الطفل متقسم ومتصور. يعني بداية الساعة 8 صباحا وليكن إن الطفل هيصحى، هيروح الحمام، هيغسل وشه ويغسل أسنانه ويبدأ يتوضأ ويصلي. بعد كده الساعة 9 صباحا يبدأ الفطور أو الفطار، وبعد كده يومه بيبدأ تديله بقى المهام بتاعته، سواء يروح عنده دروس، عنده أي حاجة تانية، لو هو في مدرسة هتبقى الوقت هيبتدي من بدري شوية. المهم إن يومه كله بيبتدي ومرسوم قدامه وبينفذ الخطوات اللي انت حاططها له في اللوحة بتاعته وصولا إلى وقت النوم. والطفل يبدأ يبص على اللوحة ويبدأ ينفذ تباعا الخطوات اللي انت عاملها له. ودي اكتر حاجة كمان بتحفز الطفل عشان يومه يبقى منظم ومفيش عنده حاجة. حتى وقت